يا مساء الفل. النهارده معانا وصفة الدينج دونج كيك او كيكة الهوز. الوصفة دي طويلة شوية بس هتتبسطوا قوي بالنتيجة الاخرانية بتاعتها. دلوقتي معانا المكونات بتاعتنا: كوبايتين دقيق، كوباية حليب زائد عصرة ليمون. عايزة الحليب يبقى مقطع كده زي ما هتشوفوه. ومعايا كوباية مية عليها نص معلقة قهوة سريعة الذوبان او نسكافيه، وبقلبها كده على البارد. عايزين تستغنوا عن القهوة براحتكم. وبعد كده معايا نص كوباية زيت وبيضتين ورشة فانيليا وكوباية ونص سكر ونص كوباية كاكاو ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. دلوقتي انا حطيت البيضتين معانا، وابتديت ان انا احط كل المكونات بتاعتي السايلة. الاول حطيت البيضتين ورشة الفانيليا، وبعد كده احط الزيت، كوباية الزيت معايا او نص كوباية الزيت. بعد كده اللبن زي ما انتوا شايفين كده يبقى مقطع معايا علشان عصرة الليمونة. ما عندكيش ليمون ممكن شوية خل. وبعد كده هبدأ ان انا اضربهم. هحط المكونات السائلة الاول، وبعد كده هضربهم شوية لغاية لما مع السكر طبعا، لغاية لما يدوني ريمة كده. وبعد كده هبتدي ان انا احط المكونات الجافة بتاعتي بعد ما اكون طبعا نخلت الدقيق وانخل الكاكاو كويس، لان الكاكاو بتبقى فيه حبيبات كده بتكلكع في الكيك. دلوقتي انا بضربهم كويس. عندك سكر بودرة طبعا ينفع جدا، هتلاقيه بيدوب بسرعة. الخطوة دي بنتقل لامتى؟ احط المكونات الجافة لما احس ان الخليط كله امتزج في بعضه ومفيش حاجة باينة. دلوقتي اهو انا هحط الدقيق. الحركة اللي احنا بنعملها ديت في الدقيق مش بتبعتر الدقيق زي ما كنا بننخله على طول كده، نحط المقدار بتاعنا وننخل على طول، كنا بنلاقي الدنيا كلها متبهدلة دقيق حوالينا. لا، الحركة دي بيبقى محكم وما ما بيبهدلش ما بيبهدلش الدنيا معانا. بعد كده بعد ما انخل بقى الحاجة بتاعتي كلها، هبتدي ان انا انخلها كويس، وهبتدي ان انا اقلب فيها بحيث ان القوام بتاعي يبقى زي قوام اي كيكة، يعني مش ما فيهاش حاجة جديدة يعني. بس هنخلهم كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبتدي ان انا اقلب الم المكونات بتاعتي معايا في الاول، وبعد كده هضربهم بالمضرب. ما عندكيش مضرب ممكن بايدك، بس هتحتاج حركة شوية او هتحتاج منك مجهود شوية بالمضرب بتاع الايد لو ما عندكيش المضرب بتاع البيت، او لو مش عندك اللي هو الهاند ميكسر العجان او حاجة تضربي فيها. طبعا الدقيق كده اتنطور وبهدل الدنيا. بس حاولوا الاول تضربوا على سرعة منخفضة، وبعد كده تعلوا السرعة بتاعتكم. بعد كده ده قوام الكيكة بتاعي. هلم ان انا ابدأ بقى الم الزيادات ديت والحاجات ديت. هبدأ ان انا المها كده وابتدي ان انا اضرب فيها. احاول بس ان انا اضرب كله في اتجاه واحد بحيث ان الهواء اللي يخش الكيكة ما يخرجش منها وما دخلش فيها هواء كتير، علشان تبقى تبقى ناشفه معايا، يعني تبقى سبونج معايا، تبقى خفيفه كده وهشه، ما يخشهاش هواء كتير. لكن لما اقلب في الاتجاهين هيخشها هواء كتير. بس كده انا قاعده عماله اضرب فيها. واخر حاجه بقى هحط كوبايه الميه بمعلقه النسكافيه. مش عايزين ممكن ان انا اتغاضى عن معلقه النسكافيه دي بس. وهبتدي ان انا اقلبهم كده بحيث ان انا احس المكونات كلها دخلت في بعض. وابتدي ان انا طبعا الم الدقيق اللي من على الجنب ده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الفقاقيع ديت بتبين لي ان الكيكه بتاعتي هتبقى هشه وحلوه وما فيهاش هوا كتير. طبعا انا زي ما قلت لكم ان الكيكه هي خطواتها كتيره، بس النتيجه بجد بتطلع هايله في الاخر. وبعد كده هجيب لو عندك صينيتين صغيرين ممكن تحطيها في صينيه تقريبا 20 سنتي. هتحتاج صينيتين او صينيه كبيره، بس ما تكونش كبيره قوي بحيث ان هي ما تعلاش من حته تبقى نفشت من حته والحته التانية ما نفشتش. وبعد كده هعمل بقى خليط الكريمه بتاعي اللي انا هحشيها بيه. اول حاجه هحط كوبايه حليب او لبن يعني مع تلت كوبايه دقيق، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض بحيث ان
الحليب واللبن الحليب والدقيق اسفه يبداوا ان هما يعملوا لي كده زي كريمه معايا. وبعد كده كل ده على النار. بصوا عملوا لي زي المهلبيه كده، او اشبه بخليط المهلبيه. يعني انا ما حطيتش زبده وما حطيتش سكر، لسه مش هحطهم دلوقتي. هفضي الخليط بتاعي في حاجه، وبعد كده هغطيه علشان ما يعملش قشر معايا، وهحطه في التلاجة واكمل باقي خليط الحشو. هجيب كوباية سكر وكوباية زبدة. لازم الاتنين يكونوا قد بعض علشان الخليط بتاعي يبقى كويس. هتحطي كوباية الا ربع زبدة، يبقى حطي كوباية الا ربع سكر، يعني الاتنين يبقوا مع بعض. هضرب الزبدة كده في الاول. الزبدة طبعا تبقى بدرجة حرارة الغرفة او سايحة شوية. وبعد كده هبدأ ان انا احط سكر. الاحسن في الكريمات والحاجات ديت انك تحطي سكر بودرة. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين السكر كده اتنطر في كل حتة وفي الكاميرا وبهدل الدنيا، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نضرب. دلوقتي همزج بقى الكريمة بتاعتي ديت، الزبدة والسكر مع بعض، وهبتدي ان انا اخلط فيهم كويس. بعد كده لما الاقيهم دايبين الاتنين في بعض، هجيب خليط اللبن والدقيق وابتدي ان انا احطه عليهم واضربهم. الكريمه دي تنفع معايا في حشوه، تنفع معايا في تزيين كيكه. كريمه طعمها حلو وخفيفه، واحسن من كريمه الزبده والسكر. بتبقى اخف وبتدي لو عامله كميه وكده بتدي معايا، بتفرش جامد، يعني الكميه بتاعتها كويسه حلوه. وهبدا ان انا اضرب الاتنين مع بعض، واضربهم مع بعض لغايه لما احس ان الاتنين كده امتزجوا ببعض، ومفيش لا زبده باينه لوحدها لا زبده بسكر باينين لوحديهم، ولا دقيق ولبن ولا خليط الدقيق واللبن باينين مع بعض. طبعا كل دوت انا طلعت الكيكه بتاعتي تستريح، خدت لها حوالي نص ساعه وتكون بارده تماما، او تحطوها في التلاجة بس تستنوا لغايه لما تبرد شويه. وبعد كده هعمل الجلانش بتاعي، او اللي انا هزينه بيه من فوق. عندك شوكولاته دي طبعا الكيكه بتاعتي، وهبدا ان انا قطعت منها حته بس مش هعملها كلها. وهبدا ان انا اقسمها كده بالنص واحط الكريمه بتاعتها. سيحت بقى شوكولاته معاها معلقه زيت علشان تبقى الشوكولاته جامده كده زي شوكولاته الهوهوز، تبقى بتكسر معايا. لازم طبعا الكيكه بتاعتي، شايفين الكيكه هشه ومنفوخه ازاي، وشايفين يعني تحسوا ان هي كده طبقاتها خفيفه خالص. بعد كده هحط الشوكولاته السايحه بقى بتاعتي. سيحت الشوكولاته بتاعتي على حمام بخار، او لو عندك المكنه بتاعه تسييح الشوكولاته هي باينه في الفيديو اهي، ما عندكيش ممكن حمام بخار. سيحت حته شوكولاته وعليها كده معلقه زيت عشان تديكي القوام الناشف معايا. وهسيبها بقى لغايه لما تنشف، يا اما تسيبيها لتاني يوم، يا اما تحطيها في التلاجة لو عايزين لو عايزين تدوقوها. بجد وصفة هي طويلة شوية وحاجاتها كتيرة، بس الخامات متوفرة في البيت في اي بيت. مش متطلباتها مش كتيرة، بس هي بتحتاج مجهود. بس صدقوني اول لما تعملوها وتجربوها مش وتشوفوا النتيجة بتاعتها، مش هتحسوا خالص بالمجهود اللي انتوا عملتوه. هستنى السبسكرايب بتاعكم والكومنتات، وقولولي ايه رأيكم فيها لما تعملوها. باي باي.